ماذا لو طلع فيروس الإيدز إيجابي؟ في الغالب انت بتكون عامل التحليل بالتست ده، والتست ده بيكون رابid تيست او تحليل سهل جدا بيتعمل من العينة بتاعتك ومش بياخد 10 دقايق. عشان كده لو طلع ايجابي ما يخلكش تخاف وتقول ان انت عندك فيروس الايدز، ولازم تعمل تحاليل لتأكيد تشخيص حالتك بالفيروس. واهم التحاليل دي تحليل اسمه ويسترن بلوت 4 اتش اي في تيست، وده تحليل مخصص للكشف عن البروتينات في عينة الدم عند المريض. والبروتينات هنا مقصود بيها الانتي بودي اللي اتكونت ضد فيروس الايدز لو انت كنت مصاب بيه. اما التحليل التاني وهو تحليل ال RT-PCR of HIV test، والتحليل ده مخصص للكشف عن الجيناتيك ماتيريال بتاعة الفيروس نفسه. يعني لو طلع ايجابي بمعنى كده ان الفيروس بالفعل موجود عندك، وادى ايجابي مع التحليل، ودول اللي بيتاخد منهم تشخيص حالتك بفيروس الايدز.